الفيلم بيبدأ مع شخص بيروح للجنوب لأنه كان فاكر إن لسه في أثر للمعدن النادر، وفي وسط الرحلة عالم جيولوجيا منهم اتعرض للدغى من تعبان سام، فاضطر يفتح جرح في إيده علشان يفضي السم منها. وهو بيحاول يطلع الموبايل عشان يطلب النجدة، الموبايل وقع من إيده في حفرة، وساعتها جري بأقصى سرعة وسط الغابة علشان يوصل للكوخ قبل ما جسمه يستسلم. وهو في طريقه للكوخ بدأ يحس إن السم بينتشر وعيونه بتتقل لحد ما وقع مغمى عليه، وجسمه بيحاول يتصرف مع السم لوحده. وبعد شوية صحي على ألم مش طبيعي وسخونية مولعة، وبص على إيده لقاها منفخة وبيتحرك بالعافية ومش قادر حتى يوصل لتليفون يتصل بالإسعاف. ولما صحي الصبح اللي بعده حس إنه اتحسن تمام، خد دش وخرج لعربيته لقاها مغطية تراب كأنها مرمية بقالها شهور. وساعتها قرر يروح سان فرانسيسكو، وأول ما وصل هناك لقى المدينة فاضية تمام، الشوارع سكت، الناس اختفت، والهدوء كان مخيف. وهو بيمشي لقى جثث مرمية في كل حتة كأنها كانت نهاية مفاجأة للجميع. العربيات العسكرية محطوطة في النص وجواها جثث الجنود، وكأن كل حاجة وقفت في لحظة واحدة. على واحدة من الشاشات ظهرت رسالة بتقول إن في عدوى اجتاحت الكوكب، واللي خلى الحكومة تقفل كل الملاجئ. بعد ما فهم اللي حصل ركب عربيته وطلع على بيت أهله، وهناك لقى الكارثة على أصولها. أهله كلهم كانوا اتصابوا بالعدوى، باباه ميت على السرير ومامته مرمية في الحمام. فضل يعيط شوية وبعدها حفر حفرة في الجنينة ودفنهم بإيده وودعهم بطريقة. بليل نام في أوضته القديمة، والصبح راح الكنيسة، وهناك لقى مناظر تقطع القلب، ناس كانت بتحاول تستخبى من المرض وكلهم ميتين. بعدها راح السوبر ماركت يجيب شوية حاجات على أمل إنه يعيش. حاول يسيب المدينة لكن الكوبري الوحيد كان مقفول، فضرب كف على كف واتعصب. ساق بعربيته من غير هدف لحد ما وصل لوس أنجلوس، واللي طلعت مهجورة هي كمان. خد دش سخن علشان يفوق وقرر يروح البار، وهناك شاف ميلتون اللي ورت له فيديو بيشرح كل اللي حصل وإن العدوى دي قضت على ملايين. وطلع إن ميلتون وواحد صاحبه اتقابلوا من كام يوم في نفس الفندق، ومن وقتها وهم عايشين يحاولوا ينسوا اللي حصل. تاني يوم ايسي قعد معاهم وأكل من الأكل اللي ميلتون طبخ. قال لهم إنه ناوي يخرج يدور على نجين، بس اكتشف إنهم عندهم خطة تانية، لما الكهرباء تخلص هيقفلوا القصة كلها بمسدس ويموتوا بإيديهم. ولما سألهم ليه مش بيحاولوا يعيشوا قالوا له إن مفيش سبب يخليهم يفضلوا على وش الدنيا بعد كل اللي خسروا. ايسي لما فهم إنهم خلاص ناويين ينهوا حياتهم قرر يبعد قبل ما يتجنن. ركب عربيته وساق بسرعة مش عارف رايح فين، لحد ما لقى كلب واقف لوحده في نص الطريق. حس إن ده علامة فتبناه وسماه لاك. أخده معاه ورجع على بلدهم القديمة، ووقف عند مكتبة واختار كتب من كل نوع علشان يتعلم أي حاجة تنفعه. قرر يعيش باقي أيامه أو شهوره أو حتى سنينه في بيت أهله هو ولاك. عمل روتين جديد وكل يوم كانوا بيحاولوا يعيشوا، والسنة كاملة ايسي عمل كل اللي يقدر عليه علشان يفضل عايش ومعاه الكلب الوحيد اللي فضله في العالم. بعد فترة العقل بيبدأ يتعب، وأيسي بيبدأ يحس إنه بيخرج عن وعيه، وبتنكشف حقيقه كان دايما شايفها من زمان وهو صغير، إن العزلة كانت بالنسبة له نعمة. وفي يوم من الأيام وهو واقف في البلكونة بيبص على المدينة الفاضية بيلاحظ دخان طالع من مدخنة بيت بعيد، وساعتها قلبه دق واتمنى من قلبه يكون في حد تاني عايش. وبعد شوية تفكير قرر يروح يشوف البيت ده، ولما وصل بيلاقي هناك إيما اللي أول ما شافته استقبلته استقبال دافي. ولما اطمنت إنه مش خطر دخلته بيتها، وهي بتشرب معاه شاي بدأت تحكي له عن رحلتها وإنها وصلت المدينة من كام يوم. وتاني يوم بدل ما يكمل طريقه لوحده عرض عليها تيجي تعيش معاه في بيته علشان يساعدوا بعض في الظروف الصعبة دي. لما إيما شافت بيتها الجديد راحت على طول تبص على الأرض في الجنينة علشان تشوف لو ينفع يزرعوا فيها أي حاجة ولا لأ. وفي الوقت ده ايسي كان واقف جوه البيت وقطع الحبل اللي كان معلقه في السقف، لأنه لأول مرة بقاله كتير حس إن عنده سبب يخليه يعيش. وفي يوم إيما لاحظت فار بيجري في البيت، فراح ايسي السوبر ماركت يجيب سم. هناك كل واحد فيهم خد عربية وبدأوا يملوها بكل حاجة ممكن يحتاجوها. بس وهم هناك إيما شافت جثة أم وبنتها مرميين على الأرض، والمشهد ده هزها جامد. حتى بعد اللي شافته قبل كده ما قدرتش تتعود على منظر الموت، بس بدل ما تنهار المشهد ده خلاها مصممة تكمل وتعيش. وبعد كام يوم علاقتهم بقت قوية كأنهم يعرفوا بعض من زمان، وبقى بينهم ثقة متبادلة. ولما ايسي بدأ يفكر إنه يبني عيلة مع إيما قرر يركب ألواح شمسية في البيت علشان يضمن إن في كهرباء. وهو بيركب الألواح وقع من فوق السطح ورجله اتكسرت. إيما كانت هي اللي عالجته وقالت له إنها مفتقدة الإحساس بوجود ناس حواليها، وبعد ما بدأ يتحسن قالت له إنها حامل. الخبر صدمه وخلاه يقلق، هل يقدر يحميها وقت الولادة؟ هل يقدر يوفر لابنه حياة كويسة؟ بس إيما طمنته
وخالته يهدى. وتاني يوم ايسي راح المكتبة وبدأ يدور على كتب عن الحمل والولادة لأنه عارف إن مفيش دكاترة ولا مستشفيات هتساعدهم. وفي الشهور اللي بعدها إيما حاولت تلتزم بنظام غذائي كويس، لكن في يوم حسيت إنها محتاجة تاكل لحم، فراح ايسي اصطاد بقرة مخصوص علشانها، مع إنه عمره ما كان بيصطاد النوع ده من الحيوانات، بس عمل كده علشان يلبي احتياجات عيلته. رجع للبيت وبدأ يتبع التعليمات اللي في الكتب علشان يقطع اللحمة بطريقة صح. كان بيقرف وكان بياخد وقت، بس في الآخر خلص وراح باللحمة لإيما. وفي نفس الوقت خلص تركيب الألواح الشمسية، لكن بعدها بدأت تظهر مشكلة جديدة. القطط اختفت والفيران بقت كتير لدرجة إنها بقت تسيطر على شوارع سان فرانسيسكو. وفي نص الليل لقوا الفيران بتقرب من البيت، وأيسي حاول يبعدها، وإيما كانت بتضرب بالنار، وولعوا نار كبيرة علشان يتخلصوا من الزبالة اللي كانت بتجذب الفيران. وفي الآخر ايسي قرر يرمي بواقي البقرة اللي اصطادها، لأن ريحتها هي اللي كانت السبب في لم الفيران حوالين البيت. رغم كل اللي عملوه، الفران كانت لسه بتحاول تدخل البيت، لكن بعد ما قفلوا كل حاجة اكتشفوا إن لاكي الكلب اتحبس بره. ايسي جري بسرعة وفتح له الباب علشان ينقذه، لكن الفران استغلت الفرصة واندفعت جوه البيت. ايسي قضى الليل كله بيحارب الفران لحد ما خلص عليهم، وبعدها ساعد إيما تعالج جروح لاكي، والكلب عاش فعلا. والأيام عدت وعدد القطط رجع يزيد تاني، وده ساعد في القضاء على أزمة الفران. ولما جه وقت ولادة إيما، جوزها حاول يساعدها بكل الطرق، وبالفعل قدروا يولدوا من غير أي دكتور أو مستشفى. وبعد نص سنة من الأزمة، ايسي كان راجع من يوم صيد طويل، ولما خبط حيوان بالعربية ونزل يشوف، اتفاجئ إنه شاف بنته. جري وراها حاول يتكلم معاها، لكنها كانت خايفة وفضلت تبعد عنه. بس بعد شوية فهمت إنه مش بيأذيها، وقال لها إنه متجوز وعنده طفلين وعايشين مع ناس تانيين. عرض عليها تعيش معاهم لو ما عندهاش مكان تاني، لكنها رفضت وقررت تفضل في الغابة لوحدها. بس بعد ما ايسي مشي، هي لحقت بيه واستخبت في شنطة العربية. ولما وصلوا البيت عرفها على عيلته. البنت فضلت ساكت، فقرروا يدوها وقت لحد ما تتعود. وفي يوم مورين جابت لها فطار، لكنها ضربتها ومنعتها تقرب منها. لكن بالصبر مورين قدرت تكسب ثقتها. ولما دخلت تاخد دش، مورين فتحت شنطتها ولقت كراسة رسومات، وده جربهم من بعض أكتر. جورج وأيسي خرجوا يصطادوا ولقوا الكوخ اللي كانت البنت عايشة فيه، وحسوا إن في مصيبة حصلت هناك، بس معرفوش التفاصيل. لما رجعوا البيت سمعوا مورين بتقرأ جواب لقيته في شنطة البنت، وفهموا إنها بطلت تتكلم بسبب صدمة نفسية. العيلة قررت تتبناها علشان تضمن إنها تعيش طفولة طبيعية. وبعد أسابيع إيما وأيسي خلفوا ابنهم الثالث، وكانوا طايرين من الفرح. وبعد سنة وهم بيلعبوا في الجنينة، أيسي سمع صوت بيقرب، فمسك المسدس وخرج مع إيما وجورج يشوفوا في إيه. لقوا عيلة مولي، والست قالت لهم إنها قرأت اليافطة اللي ايسي كان كاتبها من 7 سنين، واللي فيها بيقول إن في ناس تانية عايشة. قرروا ييجوا، وبعد ما أكلوهم مورين وجورج عرضوا عليهم يعيشوا في بيت فاضي قريب. بس ايسي ما كانش مرتاح، وقال لمراته إنه مش واثق في الناس دي. مع كده إيما قدرت تتفاهم معاهم، وتاني يوم خرج ايسي معاهم يجيبوا أكل. وهناك مولي دخلت مستشفى مهجورة ولقت كلب، خوفته بطفاية الحريق وفتحت كابينة الأدوية وخدت اللي تقدر عليه. ومع الوقت ايسي بدأ يثق في الناس الجداد، واتضح ان إيما كان عندها حق. ومع حمل جين العيلة كبرت، وكل الناس وقفوا جنبها وساعدوها. وبعد فترة مورين كمان ولدت أول طفل ليها، وجورج كان فرحان جدا بفكرة انه هيبقى أب. بقى عندهم مجتمع صغير، واتجمعوا كلهم يعملوا حفلة لعيد ميلاد هيدز ال13. في اليوم ده حصلت عاصفة جامدة، والبنت لاحظت ان لاكي مش موجود. ايسي اتوتر وخرج يدور عليه، وبعد شوية لقاه ميت تحت غصن شجرة. صرخ بصوت عالي، ولما إيما سمعته فهمت اللي حصل وراحت له ووسته. تاني يوم ايسي دفن الكلب في الجنينة، وهو بيشتغل شاف فهد بيقرب من الأطفال. جري نط قدامهم علشان يحميهم، لكن الفهد عض. وقتها ليفيا كانت واقفة، ولما شافت اللي أنقذها قبل كده بيتأذي، نطقت لأول مرة وصرخت تنادي على الناس. الكل جري بسرعة، ومولي اعتمدت على أصحابها علشان يعالجوا ايسي. أما إيما فلما اطمنت على جوزها خرجت تدور على الفهد وقتلته 3 طلقات. وبعد كام أسبوع ايسي بدأ يتحرك تاني واحدة واحدة. وبعد سنة هيدز وهاف ابن جين الكبير قرروا يطلعوا رحلة حوالين البلد علشان يشوفوا العالم خارج سان فرانسيسكو. في قلب سان فرانسيسكو بعد ما الوداع خلص، الشباب شالوا شنطهم وخرجوا في مغامرتهم، ووعدوهم يرجعوا قبل ما الشتاء يشق طريق. في السكة قابلوا عربيات مليانة ناس تانيين هربانين، فخافوا ورجعوا جري على البيت. فرانسيسكو اللي دايما دماغه مشغولة بحماية عيلته ما كانش مرتاح للغرباء دول، لكن تشارلي ابنه كان عكسه تماما. قرر يقرب ويتعرف عليهم. الراجل اللي كان معاهم عرفهم بنفسه وسألهم لو يقدر هو وعيلته يباتوا عندهم ليلة. إيما اللي قلبها دايما واسع عزمتهم على العشاء. وسط الكلام تشارلي قال إنه معاه جهاز حفر وعايز يحفر لهم بير. في الأيام اللي بعدها الرجالة اتجمعت وحفرت، وكان الاتفاق إن تشارلي هيساعد، وفي المقابل إيسي وصله يملى بنزين لعربيته
عشان يقدروا يكملوا طريقهم. بس إسي بدأ يشك ودماغه قالت له دول شكلهم عايزين الأرض مش بس مية. قال لا إيما، بس هي زعقت وقالت له كفاية شك، مش كل الناس وحشة. حاول يروق دماغه وخرج يتمشى لوحده وسرح في الغابة وضل الطريق. مع الفجر إيما قلقت، لبست وطلعت تدور عليه، لكنه رجع قبل ما تمشي. زعقت له بس بعدين فهمت إنه كان محتاج يبعد شوية. ولما بدأ يحكي لها عن شكوكه في تشارلي، بدأت هي كمان تحس إن في حاجة غلط. وتاني يوم كملوا الحفر وأخير المية طلع. بس وقتها تشارلي بيخلع القناع وبيقول بصراحة إنه مش ناوي يمشي. بعد ما خلصوا الحفر واحتفلوا، واحد من الناس اللي مع تشارلي هجم على ليفيا في الزريبة. إسي أول ما سمع صوت صريخها جري وشاف الكارثة واتجنن. جمع العيلة واتفقوا ياخدوا موقف. إيما قالت من غير تفكير تشارلي لازم يتقتل وسابت الباقي عليا إسي. إسي خبط على مقطورة تشارلي وقال له بهدوء امشي دلوقتي حالا. بس تشارلي رفض. إيما وباقي العيلة خرجوا ومعاهم سلاح، وتشارلي تريج، لكن إسي ما استحملش بجحت وقتله ورمى الجثة في البحر. تاني يوم إيما قالت للي كانوا مع تشارلي اللي حصل واديتهم حرية الاختيار، تمشوا ولا تنضموا لسيلاس. الناس اختارت تمشي لأنهم كانوا عارفين تشارلي شكله عامل إزاي، ومحدش قال كلمة. بس بعد شوية سيلاس رجع يتسحب للبيت وطلب يرجع، لكن إسي قال له أنت كنت مع تشارلي وناوي تساعده يسرق الأرض، ما ينفعش، وطرده. مرت 3 سنين وكل حاجة كانت ماشية لحد ما ابن إسي الصغير جوي بدأ يبان عليه نفس المرض اللي قضى على الملايين. المرض انتشر وكلهم اتكتفوا يساعدوا بعض. وفي وسط ده بنت إسي رجعت للبيت بكية وقالت إن ريف مات. إسي حس إن اللي حصل لتشارلي بيرجع له وإنه بيتعاقب. خد العجلة وعدى الكوبري، دخل مستشفى مهجورة وفضل يدعي. لما جين سألت إيه اللي حصل لابنها، هيدز قالت إنهم في الرحلة شافوا أسهم ومشيوا وراها وفكروا إنهم هيلاقوا ناس، لكن طلع لهم حرامي سرق أكلهم. ريف حاول يدافع عنهم لكن الحرامي طعنه وهيدز رمت عليه فأس وماتت. بس ريف نزف ومات. تاني يوم كوري سأل عن الحرامي وهيدز وصفت وشومه واكتشفوا إنه سيلس اللي هاجمهم قبل كده. بس كوري سكت وما قالش حاجة. إسي فضل يحاول ينقذ جوي وكل المصابين اتحجزوا. بدأوا يتحسنوا إلا جوي اللي تعب أكتر، لحد ما في يوم مات. إسي انهار، مسح رسالة جوي من على الحيط وكسر مكتبه اللي كان جوي بيحب يقعد فيه. بس مع الوقت ومع وقوف إيما جنبه، إسي حاول يتخطى. في يوم خرج للغابة، قعد يتفرج على الغروب وحس إن خلاص الكوكب بدأ يخف. بعد سنة لقى مذكرات جوي مكتوب فيها رسومات ونماذج لترددات الراديو وأجهزة تانية. جوي كان عبقري وحلمه يلاقي ناجين يشاركهم اختراعاته. إسي قرر يحقق حلمه وبدأ يبني راديو بالمساعدة من أصحابه. قعد بالساعات يحاول يلقط أي إشارة، ولما إيما شافته مهووس خدت بإيده يلعبوا كرة سلة شوية. بعد اللعب هيدز حكت عن الأسهم اللي شافتها وكان معاها أرقام. إسي حس إن دي ممكن تكون ترددات وجربها. وفعلا سمع صوت واحدة اسمها بيني لوبي قالت لهم إنها في مستعمرة فيها 77 شخصاً، والمكان كان جنينة زمان وعلى بعد 160 كيلومتراً من سان فرانسيسكو. الأسبوع اللي بعده إسي وأصحابه سافروا وانضموا ليهم وعملوا مستعمرة جديدة. وبعد 50 سنة من الكارثة اللي مسحت 90% من البشر، إسي سلم الشاكوش لجاك ابن هيد وحس إنه محظوظ إنه فضل عايش وشاف أولاده. وبس كده الفيلم خلص. متنساش الاشتراك في القناة والإعجاب. بس كده، سلام.